يا برج العقرب، هو بيراقبك، بس مش علشان خايف منك، ومش عشان انت وحشه برضه، بس عشان انت الدرس اللي معرفش ينساه. انت الدرس اللي هو اساسا محدش يقدر ينساه يا برج العقرب. صح ولا لا يا شباب؟ لو حسيت بحاجة في كلامي لمست قلبك، خليك معايا حتى لو انت مش برج العقرب. اهلا وسهلا بيكم في توقعات شهر نوفمبر 2025 لبرج العقرب ومواليد برج العقرب. يا برج العقرب، عندك في شهر نوفمبر 2025 رسالة هتكشف لك سر كبير وهتغير موازين كتير. يا هتكون رسالة يا هتكون صدفة. بالنسبة للأوضاع المادية، عندك مشروع كنت شغال عليه من زمان، بتبدأ إنك أنت تجني ثماره في شهر نوفمبر 2025. أما بالنسبة لصحتك، خلي بالك من صحتك يا برج العقرب، علشان الأيام اللي فاتت كانت الطاقة فيها تقيلة جدا عليك، ومحتاج شوية راحة. تمام؟ محتاج انك انت ترتاح وتدي نفسك بريك من الطاقة التقيلة اللي عدت علينا كلنا اليومين اللي فاتوا. اما بالنسبة للمذاكرة او للدراسة، اي مجال فيه حاجة تحليلية او حاجة روحانية بتتألق فيها ان شاء الله يا برج العقرب في شهر نوفمبر 2025. طيب بالنسبة ل حبيبك، لو بالنسبة للعلاقة العاطفية، قلنا ان احنا هننهي علاقة وبنبدأ ان احنا بنقص اي ديول فاضلة في العلاقة دي في شهر نوفمبر. يعني بتخلص خالص من الموضوع ده، يا بتقفله تماما يا بتقرر انك انت تكمل فيه. تمام؟ يعني اي حاجة كانت فاضلة من الشهرين ثلاثة اللي فاتوا خلاص بنمسحها وبنقضي عليها في شهر نوفمبر 2025. اهلا بيكم يا شباب، خليكم معانا للاخر علشان خاطر نشوف سوا قراية برج العقرب. يلا بينا. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ برج العقرب وتوقعات شهر نوفمبر 2025. برج العقرب في شهر نوفمبر في عنده احتفال بحاجة جميلة جدا بيحبها، سواء كانت على الصعيد العملي الدراسي العاطفي. بتحتفل بحاجة جميلة. ربنا يسعدك يا حبيب قلبي يا مواليد برج العقرب، وعندك بداية جديدة وكلام بيتفتح بكل سعادة وبكل شغف وبكل حب. بتبدأ انك انت تتكلم وتطلع كلام من قلبك، بتحس احساس جميل جدا مع حب جديد بيظهر لك في شهر نوفمبر، او يمكن يكون ظاهر من قبل كده وانت ما حاولتش انك انت تفتحه او تتكلم معاه. بتبدا انك انت تتوجه ليه، وبتبدا انك انت بتتكلم من كل قلبك، بتفتح قلبك وبتتكلم وتقول كلام كتير يا برج العقرب، كلام كان جوه قلبك ومخبيه. بتحس بسعادة كده لأن في أمور كتير بتنكشف لك، سواء كان حبيبك اللي انت بتتكلم معاه ده كان نفسه ان هو يسمع منك وانت كنت متردد ومش عارف تعمل ايه، او انت بتتكلم معاه وبتصارحه بحبك يا برج العقرب. بتحس بالسعادة الجميلة دي. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي. عندك بداية جديدة، بداية عمل أو بداية شراكة أو بداية مشروع أو بداية زواج أو ارتباط، بداية جميلة جدا. وعندك برضو نهاية، يعني عندك الشهر ده نقطة بداية ونقطة نهاية، حاجة بتنفصل عنها تماما، سواء كانت علاقة زوجية أو عاطفية أو عملية. مكان يعني بتمشي وتسيبه، ومكان تاني بتبدأ فيه برضو على الصعيد العاطفي أو الدراسي أو العملي. وعندك اختيارات بتبدأ انك انت تختار منها بعد حيرة كبيرة، بتبدأ تقرر. وانا شايفة برج العقرب في طاقة انتظار جامدة جدا، والانتظار خلاص قربت نتيجة اللي انت مستنيه يا برج العقرب تظهر خلاص. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي. يلا بينا نشوف رسائل مع بعضينا. يلا. don't get caught too up in ماشي اوكي. يعني الرساله بتقول لك حاول انك انت ما تفقدش اتجاهك واتبع
الخطط بتاعتك. حاول انك انت تركز على الخطط بتاعتك يا برج العقرب، وما تتوهش وما تخليش الافكار السلبيه تشتتك. تمام. ناخد رساله كمان لبرج العقرب. وحشتوني. الرسالة بتقولك إن الوقت ده حاول إنك أنت ما تعملش أي أكشن. هي الظروف والأمور اللي حواليك هتبان لوحدها وهتظهر لوحدها، سواء أنت أخدت أكشن أو ما خدتش. بس النصيحة إنك أنت ما تبادرش، ما تعملش من نفسك أكشن، يعني ما تبدأش. حاول إنك أنت تركز على أهدافك، وخليك الشهر ده رد فعل للناس اللي حواليك يا برج العقرب. ماشي. ناخد رسالة عاطفية. سيفتي. خلاص انت دلوقتي حاسس انك انت داخل في مجال الامان، حاسس انك انت في منطقة الكومفورت زون والامان بعد القرارات اللي خدتها. خلاص انت دلوقتي حاسس بكده. وكمان برسالة بتقولك ان انت بطل تراهن، يعني حاول انك انت ما تراهنش على حاجة الشهر ده. سيب الدنيا كده لوحدها تمشي، وهي هتمشي لوحدها خالص من غير اي مراهنات. يعني ما زي كده من برج العقرب بيقعد يفكر مع نفسه ويقول ايه، اه هتيجي ولا مش هتيجي، ويقعد يراهن نفسه. لا، حاول انك انت ما تعملش كده، عشان كده كده هي جاية لوحدها. طيب، برضو الرسالة الجديدة بتقولك، أو الرسالة التانية بتقولك إنك أنت في مرحلة تغيير أوضاع. أوضاعك دي بتاخدك ليه من ليفل لليفل، بترتقي بيك التغيرات اللي أنت بتمر بيها دلوقتي يا برج العقرب من مرحلة لمرحلة. فخلي بالك إنك أنت داخل على مرحلة جديدة من التغيرات، وحافظ عليها وحافظ على هدوءك النفسي. يلا بينا ناخد رسالة من حبيبك قبل ما نفتح الطاقة العاطفية. بيقول لك I left when I saw you with someone. بيقول ان هو مشي في الوقت ده لما شافك مع حد تاني. ربما يكون حبيبك ده بيعبر عن الغيرة اللي جواه، ممكن ما يكونش شافك في ارض الواقع، ممكن يكون شاف ان ستوري بتاع حاجة زي كده فصور له خيال، وممكن يكون على ارض الواقع، انتوا ادرى. وبيقول لك I bury myself in بيقول لك ان هو دافن نفسه في الشغل علشان ينساك يا برج العقرب. وبيقول لك كمان انه كان بيتمنى الاوضاع تكون مختلفه. يلا بينا نشوف طاقته ايه برضو. ماشي. طيب، يعني هو انا شايفه ان حبيبك ده عنده طاقه كده اللي هي تهور، اللي هي جنان، اللي هو عايز يعني ايه، تحس ان هو داخل كده على مرحله عايز يجازف، عايز يعمل حركه مجازفه حركه مجنونه. حد كده ايه عايز يعمل حاجه من غير ما يفكر. بس بيقول استنى شويه، استنى شويه واجذبه وهو هيجي لوحده ليا. بيحاول ان هو يجذب بدايه جديده بس عن طريقك انت. ونفسه برضه في نفس الوقت ان هو يتكلم، لكن كرامته وجعاه. بعد ما خد القرار ان هو يتكلم رجع في كلامه يا برج العقرب. انا مش عارفه هل شاف منك تصرف او رد فعل عمل كده فعلا، ولا برضه احكوا لي حكايتكم في الكومنتات، لان انا شايفه ان كان في بدايه جديده وهو غير رايه او الظروف حصل فيها حاجه. ودلوقتي هو في مرحله صراع نفسي داخلي، بيحاول ان هو في خناقه داخليه مع نفسه. الشغف هيقتله، بس بيقول انك انت اللي لازم تيجي وانت اللي لازم تتكلم. طب ليه الكلام دوت؟ عايزين نعرف. علشان هو ما بقاش متوقع رد فعلك، مش قادر ان هو يتوقع اي رد فعل منك يا برج العقرب، وقاعد على نار. خايف من ردود افعالك، زي ما احنا ما قلنا في الاول ان انت علمته درس جامد جدا. نار 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 في دماغه ونار في قلبه وقاعد هيتجنن. بيقول لك انا فاكر كويس قوي كل تفصيله في حصلت في اليوم ده يا برج العقرب. وبيقول لك كمان ان لما عرف الحقيقه حصل له صدمه مش طبيعيه.
وبيقول لك ان هو حس ان هو فقد السيطرة على نفسه. ناخد نصيحة تانية من التارو ونشوف. اتعلم، بيقولوا لك اتعلم، learn. حاول انك انت تتعلم حاجات جديدة علشان التعليم بيوسع الافق، واحنا بنعيش لحد ما نموت بنتعلم. يا برج العقرب، مكملين يا شباب مع برج العقرب. وحتى لو انت معانا في القراءة وحاسس ان حاجة لمست قلبك في اللي بنقوله، كمل معانا للآخر حتى لو انت مش برج العقرب. يلا بينا. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. عيد الميلاد ده انت بتعلي فيه استحقاقك جامد جدا في عيد ميلادك ده يا برج العقرب، في الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو شهر 11. تمام. بتعلي استحقاقك جدا يا برج العقرب، وبتحس كده انك انت ملك زمانك، وبقرر انك انت تنهي خلاص الفترة اللي فاتت كانت مرحلة في حياتي بتنهيها وبتقفلها، وبقرر انك انت ما ترجع لهاش تاني. وبتحس ان التجارب اللي عدت عليك دي علمتك كتير وخلتك تتحلى بروح الحكمة. وكمان بيحاول برج العقرب في شهر نوفمبر ان هو يشتغل على الثبات او انك انت بتحاول ان تكون ثابت اكتر على ارض الواقع وتاسس استابيليتي. بتحاول انك انت بيكون عندك استابيليتي. تمام. طيب ايه كمان انت بتفكر ان في حق لازم ترجعه، في حد بتقول له في شهر نوفمبر انت حسابك تقل قوي ولازم ياخد حقي، وبتاخد حقك فعلا، وبقرر انك انت تتوجه للبني ادم ده او البني ادمه دي، للشخص ده بقرر انك انت تتوجه ليه يا برج العقرب بطريقه ما بكل حب، وبتاخد حقك بالسياسه. انا شايفه كده، ده اللي انا شايفاه. تمام. يلا بينا ناخد رساله لبرج العقرب تاني. ويدنج رينجز، في عندك عرض زواج، اذا انت او انتي في عندكم عرض زواج في شهر 11 ان شاء الله. الف الف مبروك، وبشروني في الكومنتات اي حد يحصل معاه الكلام ده ويجيله عرض زواج في شهر 11 يا ريت تبلغوني. ماشي؟ ممكن. اوكي. مكملين على حبيبك يا شباب، مكملين الطاقة بتاعت شهر 11 معاك انت وحبيبك. حبيبك دلوقتي وضعه ايه؟ وضعه ان هو خلاص هو شايفك انك انت مشيت ومفيش امل، خايف ان هو يتكلم معاك وبيراقب في صمت، حاسس في الفترة دي بوحدة مش طبيعية، حاسس ان هو وحيد، حاسس بغربة، بوحدة، برعب، عامل له رعب، يعني قاعد لوحده كده ومرعوب. تمام. وحاسس ان حلم الزواج والبيت والأسرة والسعادة خلاص انت هديته، ودلوقتي ملتفت تماما لشغلك، لحياتك العملية، شغال كويس جدا على حياتك العملية، بتحاول انك انت تنسى كل حاجة حصلت في الشغل بتاعك، بتحاول انك انت تشتغل وتعمل حاجة جديدة عملية، زي مشروع، زي حاجة خاصة بيك. انت بتقول الوضع ده مش عاجبني، وانا لازم أأمن مستقبلي اكتر كمان، ولازم يبقى عندي حاجة اللي هو اعتمد عليها بتاعتي لوحدي، حاجة بتاعتي لوحدي، انا لوحدي. فعندك قصة انا لوحدي دي جامدة جدا في الوقت ده. طيب حبيبك طبعا برضو مش عاجبه الكلام ده، وشايف انك انت بتعمل كده، نفسه ياخد حقه قوي ومتغاظ منك، عنده نار قايده في دماغه مش عارف يعمل ايه. خلاص هو شايف انك انت معلي استحقاقه جامد جدا، وبيحلم ببدايه جديده، هياخد خطوه. لو انت فضلت على موقفك يا برج العقرب هياخد هو الخطوه وهيبدا من اول وجديد. انا من موقعي هذا باكد لك الكلام ده، لو انت فضلت على الموقف بتاعك واصريت عليه وما خدتش خطوه، هو هياخد خطوه، وربما الخطوه دي تكون في عيد ميلادك. يلا بينا ناخد رساله منه نشوف بيقولك ايه. بيقولك انا بحبك حب غير مشروط. جميل، جميله قوي القراءه. ماشي، يلا يا شباب مكملين. نسأل 3 أسئلة لبرج العقرب ونشوف لو انتم منفصلين دلوقتي هل في رجوع ولا لأ،
ولو انت سنجل، هل بتقابل حد جديد ولا لا؟ خليكم معانا للاخر علشان بتحط اي سؤال في عقلك وبالك وبنجاوب عليه ونشوف الاجابة ولا لا. وحشتوني يا شباب. في عندنا البوليتين بورد على التيك توك، حاولوا ان انتوا تدخلوا عليها وتشوفوا الرسائل بتاعتكم كل يوم. وفي عندنا كمان على الشانل بتاعت اليوتيوب الرسائل برضو بتنزل هناك كل يوم. ماشي، يلا بينا. لو انت سنجل او لا، الاول خلينا نسأل، لو انتوا منفصلين هل في رجوع ولا لا خلال شهر نوفمبر 2025؟ انت في مرحلة استشفاء دلوقتي وفي حالة انتظار ومراقبة، انتوا الاتنين بتراقبوا بعض يا برج العقرب. طيب هل في رجوع بعد المراقبة دي ولا لا؟ يلا بينا نشوف. كل واحد فيكم بيشتغل على انه يجذب التاني، بس الموضوع هيبدأ بحاجة زي رسالة، زي كومنت على بوست، زي ستيتس، حاجة كده اندايركت. هيبدأ بحاجة اندايركت، مش هيكون حاجة صريحة. ليه؟ علشان احنا قلنا ان حبيبك خايف من رد فعلك، مرعوب. انا مش عارفة انت عامل له ايه، عامل له رعب جامد جدا يا برج العقرب. هل لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل بتقابل حد جديد في شهر نوفمبر 2025 ولا لا؟ هل بتقابل حد جديد وشكله ايه يا ترى لو حد جديد؟ يلا بينا. حد جديد وحد بيشوفك كده، حد معلي استحقاق، وحد ابن ناس، حد كلاس، حد يعني بيشوف فيك كده وهو نفسه بيكون كده برضه، بيكون حد عنده القدرة المادية الكافية اللي تخليك انك انت تكون فرحان. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي يا برج العقرب. يلا بينا، حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف اجابته سوا، ولا لا. يعني لو السؤال ده بخصوص حاجة هتحصل أو مش هتحصل، فهي هتحصل على آخر لحظة. أما لو السؤال ده بخصوص حد أو كده، هو جاي وهيعمل لك مفاجأة. ماشي، شكرا يا برج العقرب ونورتوني.